نواصل اللقاء أعزائي المشاهدين مع فضيلة الشيخ محمد فاروق الداعية الإسلامي. أهلا بفضيلتك معنا، أهلا وسهلا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. عايزين نعرف من فضيلتك الآثار السلبية للحسد على المجتمع. الحسد أكيد هو هذا المرض الخبيث كما قدمنا، وأكيد له آثار سلبية جدا على الفرد وعلى المجتمع. من هذه الآثار حلق الدين، كما قلنا أنه لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب الإنسان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة تحلق الدين. فالحسد يضيع الدين بالضبط. يعني كما قلنا الإنسان لا يثبت له هذا الخير، ويعني يذهب هذا الخير ويذهب الإيمان من قلبه، فكيف يثبت هذا الدين؟ فتحلق الدين وتذهب بالحسنات. ودي الطمة الكبرى لو حصلت لأي إنسان إن يضيع دينه. أكيد يعني هو أي حاجة تانية مش دائما المصيبة في الدين هي أعظم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب. يبقى انتفاء الإيمان لأنه لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع الإيمان والحسد في قلب بعد كده رفع الخير وانتشار البغضاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لا يزال الناس بخير وطمأنينة سكينة وهدوء طالما الإنسان مش بيحسد أخوه على هذه النعمة التي أعطاها الله جل وعلا. إذا وقع الحسد بدأت تقع المشاكل في المجتمعات، الكراهية، وده يمكن سبب أخير من أسباب أو أثر أخير اللي هو مقت الناس. مقت الناس، شر الناس من يبغضه الناس ويبغض هو الناس. أكيد الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: شر الناس من يبغض الناس ويبغضه الناس. لأنه هو شيء بالإحساس كده بيصل. يمكن في الفاصل حضرتك تقول الإنسان بيقابلك عينه واضحة جدا، واضحة طبعا، أنه عينه حاسس، وأنه يعني يتمنى زوال النعمة، وإن كان يقول غير هذا بالضبط. لذلك يعني يضمر ما ويظهر ما لا يضمر. نعم والعياذ بالله. آخر حاجة سخط الله جل وعلا، لأن الحاسد كما قلنا متهم لله جل وعلا. فتخيل إنسان يتهم الله جل وعلا في تصرفه، ويتهم الله جل وعلا في توزيعه الرزق على العباد. هل هذا يحبه الله جل وعلا؟ لذلك الحديث: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل. بس هي نتيجة منطقية يا شيخ محمد، يعني لأن الحاسد هو أساء الأدب مع مين؟ مع الله عز وجل. هو إساءة الأدب مع الله عز وجل، حضرتك هو في لأنه لم يرضى ما وهب الله لغيره. في بعض الناس لا يرى هذا. في بعض الناس للأسف يعني يرى أنه هذا الأمر أقل من أن احنا نتكلم في أن احنا بنعدل على الله جل وعلا أو نتهم الله جل وعلا. لا، هو أنت فعلا هكذا. أنت بحسدك لمحسودك وللإنسان هذا واستكثارك للنعمة عليه أنت تعدل على الله جل وعلا. أنت تتهم الله جل وعلا أنه لم يقسم على الناس بما يرضي هواك أو بما بالسوية. لذلك كان أفضل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. مش كان في أساس مولد النبي صلى الله عليه وسلم تعليم إزاي الأمة كلها تتعلم تدرأ الحسد؟ لما آمنة جاءها الملك فقال لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذك بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. يعني دي ملمح إزاي احنا بس يعني ناخد بالنا من إن العلاج بسيط جدا وسهل جدا، بس يبقى عندنا هذه المعرفة ونبقى حريصين على هذا يعني قبل ما نفكر في ده. أكيد لما نوصل إن شاء الله العلاج بقى هتلاقي إنه سيدنا جبريل كان يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنوصل للرقية بس بعد طيب بس أنا عايزين المقابلة. المقابل قلنا الحسد والحاسد. الحاسد موافق للشيطان فيما فعل، مخالف لأولياء الله جل وعلا وأنبيائه، لأن أنبياء الله جل وعلا وأوليائه جاءوا بحب الناس والخير الناس وتمنى الخير الناس. حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فخرج الرجل عادي حتى ما جابوش اسم. تمام. جاي الراجل متوضي واللحية بتقطر من الماء وصلى ركعتين ومشي. تاني يوم نفس الكلام: يخرج عليكم من هذا الفج رجل فطلع الراجل هو. ثالث يوم نفس الكلام فعل سيدنا عبد الله بن عمرو.
فعايز يعرف الراجل ده بيعمل ايه اللي هو بيعمله بالظبط عشان سبق للجنة. انت عارف بشارة بقى من الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. الصحابة كانوا بيتسابقوا لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، فيقوم سيدنا واحد من الصحابة يقول له ادعوا لي أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فيقوم الثاني يقول له قال لا سبقك بها، خلاص اللي خدها. فكونك توصل إن واحد يتقال له أنت من أهل الجنة، ده مين ده وبيعمل ايه؟ عايزين نشوف بيعمل ايه. الصحابة كانوا كانت الجنة بقى عندهم هي الأصل بقى، هم عايزين الجنة. فقام سيدنا عبد الله بن عمرو ومشي ورا الراجل، ولما وصلوا عنده قال له يعني لقد لاحيت أبي، أنا بيني وبين أبويا خلاف فأنا لو ممكن تستضيفني عندك. فاستضاف، قال اتفضل. قعد عنده 3 أيام سيدنا عبد الله بن عمرو. فبيقول يعني احنا في آخر يوم قلت له يا أخي يعني حدث كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة يخرج عليكم، وكل مرة أنت اللي بتطلع. وقال لما جيت قعدت عندك أنا ريدك ما بتعملش حاجة خالص غير انك بتصلي الصلوات الخمس، حتى ما بتقيمش الليل. لم أرى منك يعني بتقوم تصلي الفجر زي كل الناس العادية. يعني ما فيش حتى قيام ليل، إلا أنه يعني الملاحظة اللي هو شافها الوحيدة، يقول أنا لما كان بيتقلب بالليل بيذكر الله جل وعلا. ده يعني أقصى حاجة إيه كان بيعملها. فأنا ما شفتش عندك حاجة زيادة يعني بتعمل إيه. فقال والله إني لا أفعل إلا هذا، أنا ما بعملش حاجة خالص غير اللي أنت شفته ده، وهو حياتي كلها. برضه الراجل يعني ما حبش يظهر نفسه يقول له والله لا ده أنا بعمل بس أنت ما حضرتش، لا أنا هو أنا ماشي على كده. بس القلب سليم. فسيدنا عبد الله لما ولى نادى عليه قال إلا أني لا أحمل غلا ولا حسدا لأحد من المسلمين. فسيدنا عبد الله قال بهذا سبقتنا إلى الجنة، هو ده اللي خلاك وصلت للجنة. فضيلة الشيخ هشام أثناء الفاصل قال معلومة بسيطة وجميلة نحب نقولها للسادة المشاهدين. قال إن إحنا ممكن نمنع الحسد، إن إحنا نقول على أي شيء ممكن يعجب العين اللهم صل على سيدنا محمد، وكده نمنع الحسد. في عادات سيئة موجودة في المجتمع، إن البعض بيحاول يعني يحمي نفسه من الحسد باستخدام حدة الحصان أو الخرزة الزرقاء أو ما شابه. رأي الشرع في العادات السيئة دي إيه؟ رأي الشرع إنه الشرع قال من علق تميمة فلا أتم الله له. بمعنى يعني اللي بيعلق حاجة زي دي اسمها تميمة. الخرزة الزرقاء، الخرزة الزرقاء، الحجاب، كل ده الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه إنه لا أتم الله له. إما دعا عليه وإما بيؤكد إنه فعلا الموضوع ده مش هيعمل لك حاجة. فهو زي ما قلنا في العلاج بتاع الحسد هو الوارد في الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ان الحاسد اغتسل يعتبر بالماء ثم صبه على المحسود. دي 1. 2 كان جبريل يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقيه ويعيذه بالله جل وعلا. نقول نص الرقية يعني جزء منها حتى الناس تتعلم الرؤية. يعني حتى اللي عايز يتعلم برضه كيف يرقي أهله، كيف يرقي هي موجودة في كتب الأطفال، يرقي نفسه. هي موجودة بس في ناس بسطاء جدا بيسمعونا مش هيعرفوا يقروا كمان. طيب فنقول مثلا نص الرؤية أو الرقية. كان جبريل يرقي الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول بسم الله أرقيك. الله يشفيك بسم الله من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس عين حاسد أو عين حاسد. الله يشفيك بسم الله أرقيك. ده نص الرقية اللي كان سيدنا جبريل يرقي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنه ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليه السلام. وبقى عندنا نصين، نص لسيدنا جبريل وهو يرقي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونص للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعوذ أبناءه الحسن والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا أيضا على أن نداوم على المعوذتين أكيد، لأنهم يعني 11 ركعة يعني تفك بها العقد والسحر نعم. وبعدين أواخر سورة البقرة خواتيم البقرة نعم. وآية الكرسي نعم. والمعوذتين نعم والإخلاص دول يعني حتى الإخلاص قال بعض العلماء يعني إذا كانت يعني قراءتها 3 مرات تعدل قراءة القرآن الكريم فما بالك بقى إذا قرأتها على معين أو محسود. تمام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق. نعم. يعني العين فعلا حق في الحسد حتى لا يظن أحد يعني أنه غير موجود.
وربنا سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكافرين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. في العلماء قالوا هذا حسد منهم بعيونهم، وعلماء قالوا انه كان هذه اظهار العداوة بعيونهم للرسول صلى الله عليه وسلم. احنا نخرج للفاصل قبل الختام، نعود لحضرتك ان شاء الله يعني نلخص ما قلناه في علاج الحسد ان شاء الله. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تفلت هذا القرآن من صدري فما